رمضان كريم. طبقنا اليوم هو فتة الشيش طاوق. ممكن تعتبروه طبق جانبي أو سلطة ويا الفطور أو طبق رئيسي. طعمه يخبل وشكله فتشي جدا ممتع بالأكل. أول شي راح نحضر الشيش طاوق. صدور الدجاجة أقطعها قطع متوسطة وأحضرها التتبيلة. التتبيلة عبارة عن كاتشب وخل وزيت الزيتون وثوم مهروس ومجموعة من البهارات. راح أتبل صدور الدجاج، أخلي وياهم بصل شرايح وأعوفها متبلة 3 إلى 4 ساعات. كل المقادير كاتبتها أنا أسفل الفيديو. بعدين أبدي أخليهم بالشياش وأدخل الشيش طاووق للفرن على درجة حرارة 280 تقريبا لمدة ساعة إلى ساعة وربع. ممكن أنتم تشيكوا على ما يستوي. هسا نبدي نحضر باقي مكونات الطبق. الخبز خبز لبناني، راح أقطعه قطعة متوسطة. خليت عليه شوية زيت الزيتون ودخلته بصينية الفرن حتى يتحمص. وراح أبدي أسوي الصوص. صوص الفتة هو عبارة عن لبن وراشي عصرة ليمون ملح وفلفل أسود. قطعة دجاج استوت صارت جاهزة. هسه نبدي نكمل طبقنا. حطيت خس والخبز وحمص مسلوق، حطيت عليه شوية سماق. بعدين قطع الشيش طاووق وعليهم الصلصة اللي سويناها، زينتها برمان وصنوبر وشوية خضرة على الوجه. طبق يخبل، شكله جميل، طعمه مو طبيعي وممتع جدا بالأكل. جربوه وألف عافية.